كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مستمرين فيما يجلب للقلب السلامة من خلال تدبر القرآن الكريم، ومن ذلك الاستفادة من جواهر قول الإمام جعفر الصادق رحمه الله في مقولته الشهيرة التي يقول فيها: عجبت لمن فزع من ثلاث كيف لا يفزع إلى ثلاث، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله يقول بعقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله جل وعلا يقول بعقبها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. أيها الأحبة، كنا في اللقاء الماضي مع قوله رحمه الله: عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل. نستكمل الحديث اليوم في قوله: وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. عجبت لمن اغتم، لمن أثقلته الهموم والأحزان والقلاقل، وكلنا هذا الواحد أمر يشغل الفكر ويوجع القلب. ولخطورته كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة منه في دعائه، كما يروي البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه من قوله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. وبالرغم من أن الكثير لا يفرق بين الهم والغم والحزن، إلا أن الشيخ ابن القيم رحمه الله يفرق بينهما، يفرق بين الهم والحزن والغم، فيقول: المكروه الوارد على القلب إما أن يكون من أمر ماض أحدث الحزن، أو يكون من أمر مستقبل يحدث الهم، أو من أمر حاضر يحدث الغم. هذه تفريقات بسيطة جدا في الفرق بين الهم والحزن والغم. عجبت لمن اغتم، وهذا أمر وارد على الناس جميعا. الإمام ابن حزم الظاهري عليه الرضوان الأعلى في رسالته العظيمة الرائعة مداواة النفوس يقول: تطلبت عرضا، أي بحثت عن شيء، تطلبت غرضا يستوي جميع الناس في البحث عنه، فإذا جميع الناس ما يبحثون إلا عن شيء واحد، وهو طرد الهم والغم من حياتهم.
جميع الناس من آدم إلى قيام الساعة، إن أردت أن تشركهم في أمر واحد تجده هو طرد الهم والحزن. هناك من لا يرضى بالمال، وهناك من لا يرضى بالدين، من الناس من لا يبحث عن المناصب، ومنهم من لا تهمه الشهوات، لكن جميع الناس يشتركون في أنهم يبحثون ويجتهدون كيف يطردون الهموم والغموم من حياتهم. ما من أحد على ظاهر الأرض، سواء كان أميا أو متعلما، مثقفا أو جاهلا، حضريا أو بدويا، مسلما أو كافرا، إلا وهو يطلب طرد الهم والغم والحزن من حياته. منظمة الصحة العالمية وعلى موقعها على الانترنت ويمكنكم المراجعة تقول: الاكتئاب هو السبب الرئيسي لاعتلال الصحة والعجز في جميع أنحاء العالم، وهناك أكثر من 300 مليون شخص يعيشون حالة الاكتئاب اليوم، أي بزيادة تتجاوز نسبتها 18% في الفترة الواقعة ما بين عام 2005 إلى عام 2015، ولربما في هذه النسبة في ازدياد هذه الأيام خلال أزمة فيروس كورونا. ويمكن للاكتئاب أن يسبب معاناة كبيرة للشخص المصاب به، وتردي أدائه في العمل، في المدرسة، في الأسرة، يخمل من نشاطه، ويمكن أن تفضي في أسوأ حالاته إلى الانتحار. ولو راجعتم موقع منظمة الصحة العالمية، في كل عام يموت ما يقارب 800,000 شخص من جراء الانتحار، ثاني أكبر سبب رئيسي للوفيات بين الفئة العمرية من 15 إلى 30 عاما. من هنا يشير الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه إلى العلاج، وهو الالتجاء الصادق إلى الله بقلبك، ويكون العلامة عليه بلسانك بقولك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عجبت لمن اغتم، كيف لا يهرب، كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن هذا القول الإمام جعفر الصادق يشير إلى أن هذا القول دليل واقعي على صدق هذا الدواء، وهو يشير إلى قصة ذي النون صاحب الحوت، وهو نبي الله يونس ابن متى عليه السلام، حيث أن الله تبارك وتعالى أرسله إلى قومه، حيث كانوا يسكنون في مدينة نينوى العراقية. دعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل ونبذ الشرك وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، فأبوا عليه ولم يؤمنوا به، بل تمادوا في كفرهم، فواعدهم نبي الله ذي النون بالعذاب بعد 3 أيام، ثم خرج من بين أظهرهم مغاضبا قبل أن ينتظر أمر الله تعالى له بالخروج، وظن أن الله سبحانه وتعالى لن يقضي عليه عقوبة وبلاء. أما قوم يونس في الجانب الآخر وهم من بني إسرائيل، لما تحققوا من توعد يونس وعلموا أن النبي يونس لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، يتضرعون إلى الله تعالى ويجأرون إليه. الإمام الطبري رضي الله تعالى عنه في تفسيره يروي عن قتادة يقول: بلغنا أنهم خرجوا فنزلوا على تلة، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، يدعون الله 40 ليلة حتى تاب الله عليهم ورفع عنهم العذاب. الله سبحانه وتعالى يقول في ذلك: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب وكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أي ما من قرية
آمنت عند معاينتها للعذاب ونزول سخط الله عليها بعصيانها بربها واستحقاقها لعقابه، فنفعها إيمانها في ذلك الوقت عندما تشاهد العذاب، تماما كما لم ينفع فرعون إيمانه حينما أدركه الغرق بعد تماديه في غيه واستحقاقه سخط الله عليه بمعصيته، إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم وتوبتهم عند نزول العقاب. أما يونس عليه السلام فإنه خرج وتوجه إلى ساحل البحر، حيث وجد قوما يعدون سفينة لشد رحالهم عليها، فركب معهم في السفينة حتى إذا كانت السفينة في عرض البحر ماجت بهم البحر واضطرب، صاح أحدهم: إن فينا رجلا مذنبا، وخافوا أن يغرقوا إن لم يخففوا من الحمل، فاقترعوا على رجل منهم يلقونه في البحر، فوقعت القرعة على نبي الله يونس، لكنهم يعرفون أنه نبي الله فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوا القرعة ثانية فوقعت على نبي الله يونس، أعادوا القرعة مرة ثالثة فجاءت على سيدنا يونس. قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، يعني فكان من المسهومين المقروعين المغلوبين، فألقى بنفسه في البحر، فأرسل الله تعالى من البحر حوتا عظيما فالتقم يونس، وأوحى الله إلى الحوت أن لا يأكل يونس بل فقط يبتلعه ليكون بطنه له سجنا. فلما صار عليه السلام في بطن الحوت نادى في الظلمات، والظلمات جمع فليست ظلمة واحدة بل ظلمات. عبد الله بن مسعود يقول: هذه الظلمات هي ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فاستغاث بربه السميع العليم الذي لا تخفى عليه خافية لا في السماء ولا في الأرض مهما دقت وخفت، حيث يقول الله عز وجل عن ألمه ووجعه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التجئ إلى الله وفوض أمرك إلى المولى عز وجل، هو وحده قاضي الحاجات والشافي من كل العلل. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، كم من أمور شداد فرج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. الله حسبك فيما فيه عذت به، وكيف يرهبهم من حسبه الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ فيما قضى الله، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. سلم إلى الله فيما شاء وارض به، فالخير أجمع فيما يصنع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إن الذي يكشف البلوى هو الله. كيف؟ فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها، أي في عقب قول ذا النون وهو في بطن الحوت في الظلمات الثلاث، ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدها مباشرة الآية التالية: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك ننجي المؤمنين، أي نخلصهم من همومهم بما سبق من علم الله عز وجل، مصداقا لميزان الله وقانونه الذي يقول فيه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لذلك حصنك الحصين هو الله عز وجل.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. في حديث صحيح آخر يوضح المعنى أكثر، أصحاب السنن يروون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فإذا كنت مغموما مهموما محزونا، أمامك الحصن الحصين، أمامك الملاذ الآمن بعد أخذ الأسباب، أمامك رب العالمين. ولا تجزعن إذا نالتك موجعة يوما واضرع إلى الله يسرع نحوك الفرج. إضافة أيها الأحباب أن أكثرنا يتجاهل الموجود ويعلق نفسه بالمفقود. أكثرنا لا ينتبه إلى ما هو فيه من نعم عظيمة كثيرة جدا، ويظل يحرق أعصابه ويوجع قلبه من أجل أشياء غائبة عنه. يتجاهل سلامة الله له في بدنه، وأنه خرج على رجليه من بيته يتنفس الهواء الطلق. هل هذا قليل؟ إذا كنت تظن أن هذا قليل فانظر من حولك، ستجد أناسا يريدون أن يتحركوا حركتك تلك فما يقدرون، لأنهم حبسوا في أجسادهم بالشلل. هناك من يستجدي اللقمة من هذه اللقمات التي تنزل عليها قضما وهضما لأن أجهزته الهاضمة معطوبة. أتحسب أن الله زودك بشيء قليل؟ اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أنت تمتلك الدنيا، أنت يوم أن تمتلك هذه الثلاث أنت تمتلك الدنيا كلها. ابن السماك عليه رضوان الله تعالى هو من كبار المحدثين، كان جالسا عند الخليفة العباسي هارون الرشيد، وبينما هو جالس عند الخليفة الرشيد قال له الرشيد: عظني. وكان الرشيد ممسكا بكوب من الماء، فأمسك به ابن السماك وقال: يا مولانا الخليفة، بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منع عنك؟ قال الخليفة هارون: بنصف مالي والله. قال: يا مولانا الخليفة، فإذا شربته ومنعت من تصريفه بكم تشتري تصريفه؟ قال: بنصف ملكي الآخر والله. قال: أف لملك لا يساوي شربة ولا بولة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. المقصود من ذلك أيها الأحبة أن لا تتجاهل ما أنت فيه من نعم الله عز وجل. حين حتى ترتقي خطوة في سلم الوصول إلى القلب السليم، يجب عليك أن تتأمل وتتفكر فيما عندك من نعم الله التي تفضل بها عليك بعد أخذك بأسباب الدنيا، فامشوا في مناكبها وقل بقلبك قبل لسانك: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.